بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل معاكم القرنبيط المقرمش بقى من غير زيت، وبيضة واحدة بس هتعملي أكبر كمية من القرنبيط. أنا هنا قطعته حتت كبيرة، ما قطعتوش صغير. جبت حلة حطيتها على النار، أول ما المية سخنت حطيت فيها ملح وكمون علشان الريحة بتاعته طبعا ما تعملش ريحة جامدة في البيت وكده. الكمون ده بيضيع لك أي ريحة خالص ليه. هنبدأ بقى. انا مقطعاه قطع كبيرة. قبل ما تقطعيه تغسليه كويس، قبل ما تحطيه في المية السخنة اغسليه كويس. هنا بعد ما اتسلق طلعته على ميه ساقعه عشان خاطر ما يتهريش مني. جبت كوبايه دقيق، حطيت عليها معلقه ملح، حطيت عليها معلقه كمون ومعلقه كزبره ناشفه ومعلقه فلفل اسود ومعلقه نشا ومعلقه كركم. والكزبره بتاعتنا اللي احنا قطعناها الخضرة برضو هنضيفها على الخليط ده. وهنحط عليها كوبايه ميه وهنكسر عليها بيضه ونقلبه كله ببعض. يخلي القوام بتاعها يبقى ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي، يعني تحطيه على القرنبيط يبقى تمام كده، ما يبقاش خفيف زي المية. وهنجيب طبق تاني هنحط فيه برضو كوباية دقيق، وهنحط فيه معلقة ملح ومعلقة كركم واربع معالق نشا علشان ما يشربش معايا زيت ويطلع معايا مقرمش و... ومعلقة كمون ومعلقة فلفل اسود. دي الخلطة التانية اللي احنا بعد ما نحطه في التتبيلة بتاع البيض هنبدأ نطلعه من تتبيلة البيض نحطه في الخلطة التانية دي. الزيت بتاعي هيكون سخن، وهحط عليه معلقة نشا وذرة ملح بسيطة كده. الملح مش هيخليه يطرشق، والنشا ده سر اي حاجة انت بتحمريها ومش عايزاها تشرب زيت، ان كان قرنبيط او بتنجان او سمك او اي حاجة. حطي معلقة النشا دي مش هتخليه يشرب معاكي زيت خالص. هنا الزيت بتاعي غامق ليه؟ علشان انا كنت محمرة بطاطس قبليها اهي. البطاطس هنا بوريها لكم عشان ما تقولوش الزيت غامق ليه وكده. هنا بقى هنقلبه زي ما انتوا شايفين كده. تقلبي القرنبيطة بقى في التتبيلة بتاعتنا. التتبيلة دي طعمها جميل جدا، وهتيجي خبطة خبطتين كده وعشان تنزل لو فيها حاجة عشان متعملش كلاكيع في التتبيلة التانية اللي احنا هنغطي بيها. وبعد كده هنحطها في الزيت. الطريقة دي جميلة، جربيها. مش هتستهلك بيض كتير لان البيض غالي. هتعملي بيضاية واحدة بس هتعملي بيها قرنبيطة كبيرة خالص. في نفس الوقت الزيت مش هنستهلك زيت كتير عشان احنا حاطين نشا، فمش هتشرب معانا زيت كتير. في قرنبيط يعني في ناس بتعمله وما بتحطش النشا، فبتيجي تمسكيه كده تضغطي عليه تلاقيه بينقط زيت. ده مفيش اي حاجه. شايفين اهو انا بضغط عليه مفيهوش اي حاجه خالص، ومقرمش من بره وطري من جوه، حاجه كده لذيذه ما شاء الله. سامحوني بقى على صوتي عشان انا بس تعبانه. اتمنى ان انتوا تدعولي وتحطوا لايك واشتركوا في القناه.